قوية بين المنتخب الوطني المغربي للسيدات الذي يحل ضيفا على منتخب زامبيا الدور الرابع والأخير بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بالعاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل. المنتخب الوطني المغربي للسيدات الذي سيسعى للعودة بنتيجة هذه المباراة. إذا أمامنا ألين مارين ثواني قليلة وتعطي انطلاقة لهذه المواجهة. مباراة كيما غادي يحضر فيها الضغط النفسي لقيمة الحدث خصوصا الألعاب الأولمبية. كل منتخب يريد الحضور لهذا الحدث الكبير، والكرة الآن لفائدة المنتخب الوطني المغربي. راباندا لازم أكيد فيردا كيعرف بشكل كبير. رفعت كرة رأسية، الكرة مشات فوق المرمى، الكرة مشات فوق المرمى، ضربة مرمى لفائدة المنتخب. غزل الشباك تمرير عند فاطمة تاكناوت. فاطمة تاكناوت فرصة تسديدة ولكن مشات فوق المرمى. كانت فرصة ومحاولة لفائدة تدخل كان واضح امام ابتسام جريدي. ابتسام جريدي كانت تحاول ترجع. هذه فرصه تاكناوت وفاطمه تاكناوت تسدد وتدخل يونس ساكالا. يعني لإيمان سعود. إيمان سعود إمكانية العرضية. إيمان سعود رفعت الكرة دي فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل ديال يونس إمكانية تسديد فرصة وإبعاد الكرة. تسديده قويه، تدخل وابعاد الكره. كانت فرصه لفائده كتنفذ شرط فاطمه تاكناوت. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الخروج. هذه فرصه تسديده، كره مرت جانبا. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. كان بامكان المنتخب الوطني المغربي ان يسجل هدف. قلت بان يونس ساكالا على مستوى الخارج استثمارها مرة أخرى. تمرير داخل منطقة الجزاء. يونس ساكارا تبعد الكرة ولكن فقط عند اللاعبة إيلودين هنا النقاش التي تسدد، ولكن الكرة ما كانتش مؤثرة، كانت تمشي جانبا من القائم الأيمن لمرمى منتخب زامبيا. لاحظوا كذلك المتابعة ديال ابتسام على مستوى الجهة اليمنى. هذه محاولة خطيرة في المنتخب الزامبي. لاحظوا هذا الباع مازال سقطة. لعبت كرة مباشرة خطيرة خطيرة. هذه الفرصة لحسن الحظ التدخل وردة فعل ديال خديجة عربي. التمريره مشات مباشره ثم رده فعل وابعاد الكره خارج ارضيه الملعب والزاويه لفائده المنتخب الزامبي. كانت محاوله بواسطه اللاعبه استر باندا للعبات الكره مباشره وفرصه لفائده المنتخب الزامبي. لفائده منتخب زامبيا لعبات الكره دائريه في القائم الثاني. تدخل دائما لفائده المنتخب الزامبي. هناك خطا او الحكمه تعلن عن ضربه جزاء. الحكمة يعني امام اندهاش الجميع. كارين فومو تعلن عن ضربة جزاء لفائدة منتخب زامبيا. هذا هو اللي تخوفنا منه. يعني حتى منتخب زامبيا يعني كان تحرك ديال اللاعبات. ما عرفتش صراحة كيفاش يعني شافت ألين ماري هاد ضربة جزاء لتنفيذ هذه ضربة الجزاء لفائدة منتخب زامبيا. ضربة جزاء خيالية. بريسكا تشيلوفيا وخديجة عربيشي. بريسكا السعيد. بريسكا وتدخل الحارسة. وأكيد قلت بأن ضربة جزاء خيالية. ضربة جزاء. نتابع مرة أخرى. لاحظوا المتابعة ديال خديجة عربيشي كان بطريقة ممتازة. ثم للمرة الثانية كان هناك تغطية طرف زينب الرضواني تعطي هذا الفرصه وتعطي هذه المحاولات. لعبات هنا كنتابعوا هنا ما كاين اي احتكاك. لاحظوا غزال الشباك ومعتزه مرتد هجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. فاطمه تاكناوت امكانيه التمرير. هذه فرصه الهدف وتضيع فرصه الهدف. كان بامكان تسجيل الهدف الاول. نتابع مرة أخرى. لا أعتقد أنه كان هناك لتسلل بتاتا على ابتسام جريدي. كان بإمكانها تقوم بأي شيء. كان بإمكانها تراوغ حتى لتشومو مويمبا اللي دخلت في الكرة الأخيرة. زينب الرضواني تسديدة ممتازة. فرصة الهدف. هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. وبأي طريقة وبأي تسديدة وبأي روعة من زينب الرضواني تتمكن من وضع الكرة في الشباك. هدف أول بل ولا أروع. زينب الرضواني بمراوغة بتسديدة. لاحظوا تعانق الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. وكان أفضل ما يمكن نهيو به هذه الجولة الأولى إلا أنه نتابعوا هدف بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية. ممتازة زينب الرضواني، ممتازة لاعبة الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي. إذا تقدم امام منتخب جنوب افريقيا. فاطمه تاكناوت رفعت كره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه امكانيه تسديد. تدخل الدفاع وابعاد الكره.
كانت تسديده بواسطه نجاة بدري، فرصه تضيع فرصه كانت سانحه للتسجيل لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه نجاة بدري. تدخل الدفاع لاحظوا خطا على مستوى ابعاد الكره، وابتسام اجريدي كان بامكان شي كتلعب في ضربه مرمى. الكره طويله تعود من جديد عند اللاعبه باربرا باندا، محاوله خطيره لفائده المنتخب الزامبي، وخديجه ربيشي في المكان المناسب. كانت فرصه ومحاوله خطيره تسدد وخديجه ربيشي في المكان المناسب، وان كان كذلك كان التدخل ديال ياسمين مرابط. سنتابع مره اخرى. لاحظوا التمريره كانت طريقه جيده لبريسكا تشوليفيا و فرصة هدف تدخل يونس سكر دائما فاطمة تاغناوت رفعت الكرة، ولكن كانت سهلة عند الحارسة يونس سكر. بالتالي سنتابع هذه الفرصة وهذه المحاولة، تمريرة داخل منطقة الجزاء لإيمان سعود، ولكن يونس سكر بالإضافة لإمكانياتها التقنية وكذلك إمكانياتها البدنية. محاولة لفائدة المنتخب الزامبي، تسديدة خطيرة وبنفس الطريقة المنتخب الزامبي يتمكن من تسجيل هدف تعادل بواسطة راتشيل كوندانانجي. تابعوا تبدا الزاوية، لاحظوا في نفس المكان بالطريقة بنفس المراوغة، تسديدة في نفس كذلك الزاوية. هنا نسخة كربونية لهدف زيد بردواني صراحة. هدف راتشيل كوندانانجي كيبان هدف تعادل لفائدة الوقت اللي نتابع المحاولة. راتشيل كوندانانجي، إذا كان هناك وضعية تسلل، إذا لم يتم احتساب الهدف بالتالي كيبقى دائما تقدم لفائدة. طبعا كون داخل منطقة الفرصة والهدف، هدف لفائدة منتخب زامبيا، هدف بواسطة اللاعبة لتشومو مويمبا. من جديد هذه العمليات رفعت الكرة، يعني رغم أنه كان هناك جوج ديال اللاعبات ولكن ما كانش هناك رقابة. على اللاعبة لتشومو مويمبا اللي تمكنت من تسجيل الهدف.